قبل 1.5 سنة بدأ رائد يتعرف على رفقة فاسدة همها المعاكسات والشهوات، سهر وسفر، أوقات تمضي ويضيع معها العمر. أدخل رائد جهاز الكمبيوتر إلى بيته وبدأ يتصفح النت، يرسل إليه أصدقائه الصور الجنسية الفاضحة وهو يستلذ بالنظر إلى الحرام. لم يترك رائد موقعا إباحيا إلا ودخل عليه واشترك فيه، ولا بريدا إلا وراسله وتعاون معه. لا تسألوني عن صلاته وعبادته، فقد كانت هذه مجرد ذكريات مرت على رائد في دراسته الثانوية. أما بعد دخوله الجامعة فهو لا يعرف إلا فتيات الليل وقنوات السقوط والحرام. في يوم من الأيام كان ساهرا على جهاز الكمبيوتر مغلقا باب الغرفة عليه، وأذن المؤذن لصلاة الفجر، ودعاه داعي الإيمان في قلبه أن ينهض ليقبل على ربه، لكن الشيطان كان أقوى. كثيرا ما يطرق عليه والده باب غرفته: هيا يا ولد استيقظ، أذن الفجر، ويرد رائد: طيب. ولا حياة لمن تنادي. شباب وقوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة، حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة. كانت تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي. دخل سريعا إلى غرفته. كانت 8:08 ليلا والناس يؤدون صلاة العشاء في المسجد المجاور، وهو يضع قرص الCD المدمج في جهازه. أغلق الباب بالمفتاح وبدأ يشاهد الفيلم. أصبح يستلذ، ثارت شهوته أكثر، ثم بدأ يمارس العادة القبيحة. خلع ملابسه وجرد نفسه وهو على شهوته ماض. وفجأة صرخة مدوية أفزعت الأم وأخافتها. جاءت الأم من غرفة الجلوس مسرعة، وإذا ولدها في غرفته يصرخ ويبكي: الحقيني يا أمي سأموت. والأم تصرخ: طيب افتح يا ابني، افتح يا ولدي. لا أستطيع يا أمي، لا أستطيع. كان قلب رائد ينتفض بين ضلوع صدره. كانت اللحظات عصيبة، ضيق في التنفس، واصفرار في الوجه، وبرودة في الأطراف، ويزيد الصراخ، وتشتعل الحرارة في صدره. والله لقد حدثني ذلك الشاب الذي روى لي القصة، كان جارا لذلك الفتى رائد، يقول: كنت نازلا على درج السلم وإذا بي أجد جارتنا أم رائد تستغيث. دخلت البيت سريعا، حاولت أن أفتح الباب، لم أستطع. بدأت أنادي: يا رائد يا رائد، لم يجبني أحد. قلت لوالدته: هل تأذنين أن أكسر الباب؟ قالت: نعم. دفعت الباب بقدمي بكل قوتي، فانفتح الباب ليصطدم الباب برأس رائد الملقى على الأرض. كان عاريا، وكان الفيلم على جهاز الكمبيوتر لا يزال يعمل. صرخت الأم وولد. غطيته بملاءة وقطعة قماش كبيرة، وحاولت أن أتحسس نبضه ودقات قلبه، لكنها كانت اللحظة الأخيرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا